لو فجأة كده حسيتي انك انتي عايزة تعملي دستة جاتوه وانتي مفيش عندك معظم المكونات اللي انتي محتاجاها، ما تيأسيش كده وقومي ادخلي المطبخ وسمي الله وابدأي معايا وشوفي احنا هنعمل ايه. ما كانش عندي استعداد ولا يعني عندي كريمات وصوصات ولا الموضوع عندي، يعني اعتبر مخلصة ولسه ما جبتش حاجات جديدة، ولا عندي طبعا الدقيق الاسبونج. فبدأت ان انا اقول ان انا هجربه ان شاء الله بالدقيق البيتي، وهنعمل على قد ما نقدر ان احنا ما نكلفش دستة الجاتوه مبلغ كبير، وفي نفس الوقت انا عايزاه يديني الطعم اللي هو كمان افضل من الطعم بتاع الجاتوه الجاهز. جاتوه الشوكولاتة طبعا من اجمل الجاتوهات بالنسبة لي انا على الاقل. الشكل معانا طبعا في الأول ممكن يكون مش منتظم يعني بنسبة 100%، ولكن ناخد إن شاء الله درجة النجاح وتبقى أول تجربة وتبقى كويسة جدا وتعدي معانا بإذن الله. اللي أول مرة يشوفني أنا سمية من مطبخ مصر، ويشرفني جدا اشتراككم معانا في القناة، ويبقى كرم أخلاق منكم لو عملتوا لنا لايك على الفيديو وكومنت حلوة كده منكم. يلا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونبدأ فيديو النهاردة. بما إني هعمل بالشوكولاتة فهنقول المقادير بتاعتنا بالشوكولاتة. أنا هحط 190 جرام من الدقيق، وده دقيق كل الاستخدامات مفيش فيه اي مشكلة. وهحط كمان 200 جرام من السكر الابيض، سكر حبيبات عادي برضو مفيش فيه طحن ولا حاجة. بعد كده هنحط من 25 ل 30 جرام نشا، ومن 25 ل 30 جرام من الكاكاو الخام الغير محلى. هحط كده المكونات الجافة دي على بعضها، الكاكاو على النشا على الدقيق، وبالمنخل كده هنبدأ ندخل الحاجات دي كلها مع بعضها. زي ما قلنا الكاكاو والنشا والدقيق 250 جرام. لو مش هتحطي كاكاو هيبقى كل الكمية من الدقيق والنشا، وهيبقى بالفانيليا. هنبدأ بقى ننخل المكونات دي كده ونحاول ان اي حتت تكون متكتلة معانا نبدأ ان احنا نفكها. هنحطهم كده في البولة بتاعت العجان، لان هي طبعا لازم تتعمل في بولة العجان، ما ينفعش ان احنا نعملها في الخلاط. بعد كده هنضيف عليها السكر اللي هي 200 جرام. كل المكونات طبعا انا هسيبها لكم في صندوق الوصف. هنحط طبعا معلقه صغيره من البيكنج باودر. هنيجي بقى على المكونات السائله، فاحنا هنحط 4 بيضات بدرجه حراره المطبخ، وهنحط عليهم معلقه كمان من المحسن الجل. المحسن الجل ده من المتحده، جميل جدا ونتيجته حلوه قوي. هنحط كمان شويه من الفانيليا، وهنحط يعني الفانيليا تبقى بودر الافضل، وهنحط معلقه كبيره كده من الخل. كده المكونات السائله بتاعتنا هنبدا ان احنا نحطها على الدقيق والنشا والكاكاو الخام. تمام لحد كده كل الحاجات كده سهله وبسيطه ومن مطبخك، ما عملناش اي حاجه لغايه دلوقتي غريبه. هنحط كمان 100 ملي من الميه المتلجه، يعني اقل من نص الكوبايه شويه، بين التلت والنص كده تقريبا. ونبدا بقى نشغل عليها العجان على الأقل كده 10 دقايق، يعني من 5 ل10 دقايق متواصل، مش هنفصل خالص. وهنسيبه بقى يعني ممكن نفصل بعد 5 دقايق ونديله تقليبة كده بأي معلقة أو اسباتيولا عندك، وبعدين تسيبيه يضرب كمان شوية. الخليط طبعا ما شاء الله بيرتفع معاكي، والقوام بتاعه بيتقل، وكمان اللون بتاعه بيفتح، وده كده تبقى عارفة ان انتي وصلت لمرحلة كويسة. وان شاء الله الكيك او الاسبونج بتاعك هيبقى يعني هياخد درجة احلى كمان من الجاهز. طبعا الحاجات دي او المكونات دي احنا مش بنضيف بقى لا لبن ولا بنضيف زيت ولا سمنة ولا الحاجات دي خالص، وبيدينا زي ما احنا شايفين كده النتيجة بتاع الدقيق الاسبونج الجاهز بالظبط. عندي بقى الصاج ده 35 في 45، هبدأ ان انا احط فيه الخليط. هحط ورق زبدة كده وهدهنه من فوق ومن تحت بشوية كده من السمنة. وما كانش عندك ورق الزبدة، ورق الحواوشي اللي زي ده بينفع كويس جدا وهيدينا نفس النتيجة. بعد كده حطيت بقى الخليط في الصينية، وهبدأ بالمعلقة ان انا اساوي الخليط. اهم حاجة كده ان انت تحاولي تخلي الخليط متساوي في كل الصينية، ما يبقاش تقيل في جزء وخفيف في الجزء التاني، عشان الكيك بتاعك يطلع متساوي الى حد ما. على قد ما تقدري حاولي ان انت تسويه. ممكن بحاجة بقى زي القطعة دي كده تبدأي ان انت تساوي بيها، او بأي حاجة عندك تكون مناسبة تساوي سطح الكيك على قد ما تقدري. شغلي الفرن على 160 ل 180 درجة، وفي الرف الاوسط هتبدأي ان انت تدخليه. ما بيكملش نص ساعة في الفرن تقريبا، وبيطلع معاكي بقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده. اول ما هيطلع من الفرن هنبدأ ان احنا بقى نشيله من الورق اللي احنا حاطينه معاه، ونبدأ نسيب الاسبونج كده لما يبرد معانا، ونغطيه بقماشة او بفوطة مطبخ نظيفة. على ما يبرد هنبدأ ان احنا نعمل الكريمة. هنحط كده كوباية من بودرة الكريم شانتيه الخام، هحط عليها كوباية من المية المتلجة،
وهنبدأ ان احنا نضربه كده في العجان او بالمضرب. طبعا ما بينفعش يا جماعة في الخلاط. انا هحط كمان معلقة كده كبيرة من الكاكاو، وهبدأ ان انا اضربه كويس جدا. انا مش عايزة الكريمة بالفانيليا او بيضة، انا عايزاها تكون يعني بلون الشوكولاتة، بما ان احنا عاملين اللانشون بتاعنا شوكولاتة، فانا حابة ان انا اعمله هو كمان بالشوكولاتة. طبعا هنضرب لغاية ما القوام بتاعنا يتقل، وطبعا انا مش عايزة الكريمة تكون صعبة في الفرد، فمش هنخلي القوام بتاعنا تقيل قوي. الكريمة بما انها خام فمفيش فيها سكر، فالخطوة دي معلش انا نسيتها، يعني ما حطيتش السكر البودر من الاول، فهنحطه دلوقتي، وبما انه بودر فمفيش فيه اي مشكلة ان هو يتحط الاول او الاخر. زي ما احنا شايفين كده اللون بتاعنا بيفتح. لو حابين نغمقه عن كده بنزود الكاكاو شوية، حابين اللون ده هو كده جميل، وطعمه كمان هيكون كويس جدا. لو عندك موس شوكولاتة ممكن تستخدميه بدل ما تحطي يعني كاكاو على كريم شانتيه الخام. بعد كده هجيب كيس الحلواني وهحطه كده في الدورق، وهبدأ ان انا احط الكريمة فيه، وهحطه في التلاجة يبرد معايا. للأسف بقى الخطوة دي وانا بنقل الكيك وقع مني على الرخامة فاتكسر، يعتبر اتقسم نصين، ان كان مش متساويين قوي، فانا هبدأ اظبطهم وانا شغالة ان شاء الله. خليط التسقية بتاعنا ده عبارة عن مية بسكر، وحطينا عليها معلقة كبيرة من النسكويك. هنبدأ بقى ان احنا نسقي الكيك كويس، وبعدين نبدأ ان احنا بقمع الحلواني او كيس الحلواني اللي عندنا ان احنا نبدأ نحط الكريمة بالشكل ده، ونبدأ ان احنا نفردها. طبقة الكريمة طبعا على حسب ما انت عايزة، ان كانت كتيرة او قليلة، فانا حابة ان هي تكون بالشكل ده كويسة جدا. عندي كمان هنا نوتيلا هستخدمها في الحشو، وهبدأ ان انا احط معلقتين كبار واحط عليهم معلقة زيت، وادخلهم الميكرويف 30 ل 35 ثانية، واطلعهم كده، ويعني هقلبهم تقليبة، هيبقى القوام بتاعهم حلو قوي وهيبقوا جاهزين للاستخدام. هبدأ برضو ان انا بكيس الحلواني كده يعني اعمل يعني خط كده مستقيم على الاطراف بتاعة الجاتو من كل الجهات، وابدأ ان انا احط النوتيلا بشكل عشوائي كده بالمعلقة، او لو حابة تحطيها في كيس حلواني تاني مفيش مشكلة، انما هي مش هتدينا يعني شكل ولا حاجة، لان هي مجرد حشو بين الطبقات. وبالمعلقة برضو هبدأ ان انا اسويها وافردها على قدر الامكان. بعد كده هبدأ احط الطبقة التانية، وبرضو بخليط التسقية بتاعنا اللي هو مية وسكر وعليهم نسكويك. ممكن تحطي كاكاو، ممكن تحطي نسكافيه، ممكن تحطي قهوة سريعة الذوبان، اي حاجة عندك تحب تحطيها هتكون كويسة جدا. هبدأ ان انا احط الكريمة بقى طبعا تاني اللي فوق بكيس الحلواني برضو بنفس الطريقة، وبعد كده هبدأ اساوي السطح بتاعنا كويس جدا جدا، على قد ما تقدري ان انتي تساوي السطح بتاعك وانتي شغالة. طبعا الحشو اللي في النص مش هيبان، انما السطح ده هو اللي هيكون عليه الشغل كله ان شاء الله. هتسويها كويس كده، وبعد كده انتي هتجيبي بقى كوباية فيها مية دافية، هتحطي القطعة بقى اللي انتي بتفردي بيها دي في المية الدافية، وبعدين تمسحيها كويس جدا في المنديل، لازم ما يكونش عليها مية. تبدأي بقى تجلسي بيها، هتلاقيها بتديكي سطح لامع وكمان متساوي جدا جدا، وزي ما احنا شايفين كده فرقت معانا فعلا. طبعا الاطراف دي احنا لسه مش هنسويها دلوقتي، لان هي كده كده احنا بنقطعها وبنسويها واحنا بنقطع الجاتو. هتجيب المشط ده وتبداي ان انتي تعملي الشكل اللي فوق ده، الخطوط دي يعني بتكون شكلها حلو في الجاتو، وبتديكي شكل الجاهز برضو بالظبط. شوية النوتيلا بقى هنحطهم كده في كيس حلواني، وتبداي ان انتي تعملي خطوط عشوائية سواء بالطول بالعرض زي ما تحبي. وطبعا لو مفيش عندك نوتيلا ممكن تستعملي الشوكولاتة الخام برضو، تفكيها كده بمعلقة زيت في الميكرويف او على حمام بخار، وتبدأي ان انتي تزيني بيها. بعد كده هنبدأ بقى ان احنا ندخلها الديب فريزر او الفريزر، ونسيبها يعني مدة كويسة، ودي خطوة مهمة جدا جدا، لان لو اتحطت في الفريزر هيبقى سهل عليكي تقطعها بعد كده. انا طبعا ما استنيتش عليها كتير، فالتقطيع كان بالنسبة لي مش احسن حاجة. وطبعا دي من الحاجات اللي المرة الجاية ان شاء الله لما نيجي نشتغل نحاول ان احنا نتفادى الاخطاء دي. حاولت ان انا اسويها يعني بالسكينة على قد ما قدرت، وكان ده الشكل النهائي بتاعها،
وكده تمام. شلنا الاطراف دي هتتاكل برضو، ولكن هي يعني احنا عايزين الشكل يبقى متساوي، فلازم نشيل الاجزاء دي. بعد كده برضو بالمية السخنة نحط السكينة، وبعدين نبدأ نقطع الجاتو. هنقسمه الاول 2، وبعد كده هنقسمه يعني كل جزء هنقسمه 3 قطع. هو الصاج ده طبعا هيطلع معايا ال 12 قطعة بشكل كويس جدا. ممكن يكون اصغر شوية من المحلات، ولكن كبداية وكتجربة اولى ان شاء الله المرة الجاية نبدأ نظبط المقاسات افضل من كده. عندي بقى شوية من الكريم شانتيه لسه متبقيين، يعني انتي من الاساس لو عملتي 3/4 كوباية برضو هيخلصوا معاكي الكمية اللي انتي هتعمليها دي ان شاء الله. يعني لو حطيتي 3/4 كوباية بس برضو هيعملوا معاكي الجاتو، هيطلع شكله في منتهى الجمال. حبيت اعمل كده يعني زي روزيتات صغيرة، وحطيت شوكولاتة بيضة، وطبعا مع شكل النوتيلا مع شكل الوردات، ادتني شكل بسيط جدا جدا، ولكن الطعم في منتهى الجمال، وده اهم حاجة في الموضوع. الموضوع كله ما كلفنيش حاجة تذكر، واعتبر كده ان انا عملت بدون اي حاجات اشتريتها من بره. يعني الدقيق البيت العادي بتاعنا، شوية كريم شانتيه، هم دول بس الحاجة الوحيدة اللي انا حطيتها النهاردة. شوكولات شيبس عندي كده شوية صغيرين كده في التلاجة، يدوب حطيتهم. ما كانش عندي اي فواكه تنفع او كومبوت او حاجة زي كده. زي ما بقول لكم ان دست الجاتو دي احنا بنعملها بتكلفة بسيطة جدا، تعتبر تكون يعني اقتصادية ومش مكلفة، واي حد يقوم دلوقتي يقدر يعملها، لان هي فعلا مفيش فيها اي حاجات كتير ولا منتجات غريبة ولا حاجات بأسعار فلكية. أهم حاجة الطعم كان في منتهى الجمال، خفيفة جدا، وكمان تحس ان هي افضل من الجاهزة. وطبعا مفيش مقارنة بين اي حاجة بتعمليها في بيتك بايدك واي حاجة انت بتشتريها جاهزة. وكمان التكلفة بتاعتنا اقتصادية جدا، اقل كمان من نص سعر دستة الجاتوه في اي محل عادي، كمان مش محل يعني حاجة ماركة معينة او حاجة، اي محل شعبي تعتبر هي تتكلف نص تمن دستة الجاتوه. اتمنى اللي وصل معايا لغاية هنا يدعمني ويدعم القناة ويدعم الفيديو ويعمل لنا لايك، ويا ريت كمان يكتب لنا كومنت حلو كده علشان الفيديو يترفع ويتشاف. بعد كده بقى طلعت دستة الجاتوه، حطيتها في قلب العلبة دي وتحطيها في التلاجة. لازم الجاتوه يكون متغطي علشان يفضل طري معاكي وما يلقطش اي روايح من التلاجة. طلعي منه وتقفلي العلبة باحكام تاني وتدخليها. الفيديو بتاعنا خلص، لكن وصفاتنا ان شاء الله لسه ما خلصتش، لنا ان شاء الله وصفات تانية كتير مع بعض. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.